لو ما تعرفش ايه اللي بيحصل في رفح الكام ساعة اللي فاتوا، فاحب اقولك ان اسرائيل عملت اللي في دماغها. انا عايزك بقى تشغل لي ذاكرتك معايا، لان كل اللي قلته تقريبا حصل. اليومين اللي فاتوا وانا قاعد وبقلب ما بيجيليش غير نوعيه مسجات واحده، وهو ان يا شاب اللي بيحصل في رفح عندنا. طبعا انا ساعتها كنت لسه ما فتحتش تليفوني وسرشت، بس لما فتحت التليفون وبدات اسرش اتصدمت بالواقع. اليومين اللي فاتوا بدات تظهر احصائيات على عدد الفلسطينيين اللي في رفح، واللي لقوهم تقريبا حوالي 1,400,000 فلسطيني. انت متخيل؟ ده تقريبا عدد سكان مدينه كبيره. المهم ان ابدا اسكرول في الاخبار اكتر واكتر، ولاقي ان النتن بيقول انه هيضرب في رفح. الله، ده ايه السيناريو الغير متوقع ده؟ حرفيا اللي متابعني عارف ان انا قايل الكلام ده تقريبا من شهر. بس ايه حجته يا شاب؟ ان الجماعه يوم هناك وبيضربوا، وواحده واحده بداوا يضربوا اخواتنا وهم قاعدين عند سور رفح، وتبدا تنتشر الفيديوز اللي الفلسطينيين بيترجوا العساكر المصريه انهم يخشوا عندهم، وكل المواقع بتصور وجايبين ان مصر هي اللي وحشه وهم الاوساخ عاوزين يسيبوهم ارضهم. طبعا مصر